مساء الخير، مساء النور، تحياتي للجميع. الموضوع كاين ثلاثة المواضيع. الموضوع الأول ديال واحد الجمعية حقوق الإنسان، قولوا لي على من كتدافع على المحامون اللي هما كاينين مع ولد الشنوية. اللي قال لك ولد الشنوية دار فيهم ما دار فيهم، يعني باقع شي بلان مع ولد الشنوية. أما الموضوع الثاني ديال النساء المزوجات اللي كيمشيو يخدموا في اسبانيا في الفلاحة. اما الموضوع الثالث ديال واحد الصحفي اللي كيتكلم على ديك المؤثرة ديال ديك اللي سميتها امي نعيمة. يعني ما فهمتش علاش كيخليو الواقع وكيهضروا على شي حاجة ديال الريح. اما كاينين شي تصورات لايحاهم الجزائر كيشوهوا بها المغرب. ندوزو للموضوع الاول. كيف ما قلت، يعني كاين واحد الجمعيه ديال حقوق الانسان كتدافع على المحامون على قبل واحد المحامي كينوب على ولد الشنويه. هنا وقفوا دوك الجمعيه حقوق الانسان وكتدافع على المحامون وقال لك هادشي هذا ما خصوش يوقع. نسات دوك العمال ديال الشوكه ايتباها اللي اليوم فرقوهم البوليس، اللي حتى فيديو في الصباح راه ربما يلا تكلمت عليه وقلت لكم البوليس واقفين حابسينهم وداكشي. وعلاش الناس دايره يعني وقفه احتجاجيه على الشغل باش يزيدوهم، والبوليس علاش واقفين؟ هما اليوم ما خلاوهمش يحتجوا وشدوا منهم زوج ديال الرجال ومراه دارت براسها مريضه وطلقوها. غادي تسمعوا معايا ونكملوا كيف ما قلت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد كورتي، رئيس المنتدى الوطني للحريات حقوق الإنسان. جينا اليوم في هذه الجلسة ديال ما يعرف برضا ولد الشنوية، رضا البوزيلي. أول حاجة بغينا نسجلوا الموقف ديال نقابات المحاميين، هذاك الموقف الشجاع ديال نقابات المحاميين اللي بينات بالفعل أنها كترفع بأنها واحد النقابة اللي هي مواطنة، حيث نسبات محامي لهذا رضا المعروف بولد الشنوية. علاش نسبات له المحامي واللي هو المحامي سي محمد بن القديوي اللي ديجا اشتغل معنا حنا في الهيئه ديالنا الهيئه الحقوقيه، وواحد الراجل نزيه وواحد الراجل مستقيم، وبالتالي كيبغي كما كنقولوا يمشي في اتجاه ديال احقاق الحق. فالهيئه ديال الموقف ديال النقابه هو موقف مشرف. وبالنسبه للرضا والشنويه هو كباقي المواطنين المغاربه، هذا حقه الدستوري انه يتمتع حتى هو بالدفاع، والدفاع راه كيعاونوه وكيعاون العداله، وباش تكون نيت كاينه عداله في البلاد. ما نقولوش بان هذا المواطن تمتع بالدفاع ديالو وهذا المواطن ما تمتعش بالدفاع ديالو، واللي يدير شي حاجه راه القضاء جدير انه هي اللي كما تنقولوا ياخذ الجزاء ديالو. اذا كنسجلوا بارتياح الموقف ديال النقابه ديال هيئه الدار البيضاء سي حسي ومن معاه من الطاقم. ثاني حاجه الله يجازيكم بخير الاخوان، حنا لا بغينا نتكلموا، حنا الامور راه معروضه على القضاء، حنا كهيئه حقوقيه راه الامور معروضه على القضاء، والقضاء غيكون الكلمه ديالو. كاين هذاك الخصام اللي كاين ما بين رضا والشنويه وهذوك الناس، سمعنا بانهم غاديين في واحد الاتجاه ديال الصلح. مزيان، راه الصلح خير، الانسان يسعى للصلح، دائما يسعى للصلح، ما يسعاش للفتنه. وايضا كاين ملف ديال اهانه الضابطه القضائيه الامن ديال مولاي رشيد، لان الشنويه كانت تما وكان في واحد الحاله انفعال وهذا، وبالتالي خاص الضابطه القضائيه يكون لها الاحترام التام. كنا مواطنين سواسيه، اللي عيطوا عليه باش يتصنتوا ليه يمتثل، اللي عنده ما يفيد راه يفيد، اللي يدير شي حاجه راه دايرها. هذا من جهه ثانيه. من جهه اخرى الله يرحم الوالدين، انا الميساج كنبغي ندوز اليوم للمغاربه بركه من قال لك كينوب على المحامون ورئيس جمعيه حقوق الانسان. هاد جمعيه حقوق الانسان هاد كيدافع على الانسان. كتقتلني انا بعدا، والله الا كتقتلني. انت اولا كتنوب على المحامون وجمعيه حقوق الانسان، انت خاصك غير الفلوس. يعني اولا ما كتدافعش بالعدل، ما كتدافعش على المظلومين. راه اللي خاصك تدافع عليهم اسمع على من خاصك تدافع. ونكمل. وحنا الصباح مني هضرنا على الحقوق ديالنا، توصلنا بالشعار ديالنا باش غنهضروا على الحقوق ديالنا. تعرضنا للتهميش، تعرضنا للدفع، تعرضنا للاحتقار، احتقرونا من المخزن من السلطه، وتعتقلوا جوج، تعتقلت مراه وتعتقلت راجل، حتى انا كنت غنتعتقل بحكم انني قلت لهم مريضه بالقلب طلقوني.
هادشي ماشي معقول. حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، ما كنطالبوش بشي حاجه خارج القانون، كنطالبوا بالحق ديالنا. خاصنا زياده في الاجور، هاد الاثمنه اللي ولاو كيغليو علينا بزاف بزاف بزاف. واش السكر تزاد؟ واش الدقيق تزاد؟ والله الا انا بغيت غير نسول هاد الرئيس ديال جمعيه حقوق الانسان، واش هادو انسان ولا شي حاجه اخرى من غير الانسان؟ قيل ماشي انسان الله اعلم، حيت انا كيبانوا لي هادو بشر، يعني انسان حتى هما. هادو هما اللي يتستحقوا اللي يدافع عليهم، ولكن بالنسبه ليه هو ما عنده، ما غادي يصور من هاد الناس بحال ما هكا. شكون اللي غيخلصوا اصلا لا بشي يدافع على هادو؟ انا كيتخلص من الدوله وتكون انت ضد الدوله، شكون اللي غيخلصك؟ حتى شي حد ما غادي يخلصك. هذا علاش عندنا الجمعيات اولا بعد الحقوقيين كيروموا شي حاجه اللي فيها الفلوس، فهمتي؟ اللي فيها الفلوس. هنا غتسمعوه كيهضر كيقول لك على ولد الشينويه، قال لك الدراري صغار كيشوفوه غيوليو يديروا بحالو، وهذا الشيء راه حرام. كيهضر لينا بالدين، انا كيقتلوني ملي كيبقاو يهضروا في الدين. والله الا كيساليو معايا، غنسمعوا ليه ونكمل. القضائيه يكون لها الاحترام التام، كنا مواطنين سواسيه، اللي عيطوا عليه باش يتصنتوا ليه يمتثل، اللي عنده ما يفيد راه يفيد، اللي يدير شي حاجه راه دايرها. هذا من جهه ثانيه. من جهه اخرى الله يرحم الوالدين، انا الميساج كنبغي ندوز اليوم للمغاربه، بركه من المعاطيه في الفيسبوك، الوسائل ديال التواصل الاجتماعي، راه كاينين وليداتنا، كاين خوتنا، كاين عيالاتنا، كاين عائلاتنا راه كيتاثروا بهذا الشيء. هذاك الشيء اللي كيشوفوه ديال العرا كيمشيو فيه، كيشوفوه غادي بواحد الاتجاه كيمشيو فيه، كيجيب لهم الله بان هذاك هو الصحيح. راه هذا هو الدور ديالنا كاعلاميين وكحقوقيين وكمغاربه مواطنين احرار. خاص داك الشيء اللي كيدار اليوم ديال العرا وديال الذوبات وديال كنمروا لهذا، هادشي ما خصوش يكون، وديال العراسات والفلوس كتشتت 100 درهم و200 درهم كتشتت، بينما المغاربه محنين بالجوع وبالفقر وبالهشاشه الى غير ذلك. هذه المحتويات ما خصهاش تكون، وحنا كنطالبوا من النيابه العامه المحترمه واللي كتقوم بهذه الادوار هذه كنحترموا منها انها تعود تحرك الدعوه العموميه، فيما يكون شي محتوى غير هادف، محتوى غيأثر على وليداتنا، سواء يدي الارهاب او يدي العراء او يدي الخراب او يدي المخدرات او يدي، كنطالبوا من النيابه العامه انها تقوم بالدور ديالها. سمعتينا الاخراجي؟ انها تقوم بالدور ديالها وتحرك الدعوه العموميه باش تكون الامور غدا بخير وعلى خير. حنا بركه من المعاطيه، واحد الناس كيبغيو انهم يديروا البوز او انهم يطلعوا المشاهده باش يتخلصوا على ظهر المغاربه، على حساب المغاربه، على حساب الوليدات الصغار. اللهم ان هذا منكر. حاجه اخرى الاخوان، حنا راه واحد المجتمع مغربي اسلامي محافظ في اماره المؤمنين، عندنا امير المؤمنين اللي تشجع الدين ويشجع الحديث وعلى الكتاتيب الى غير ذلك، وباغي واحد الدوله تكون مسلمه، واحد الدوله وسطيه ومعتدله. هذا الشيء اللي كنشوفوه اليوم لا يمت لنا الصله، هذا الشيء دخيل. كاينين ناس اجانب كيخدموا اجندات اجنبيه باش يخربوا لنا وليداتنا، باش يخربوا لنا خواتاتنا، ولات الدريه غدا في واحد الحاله، ولا الوليد. نعم الراجل اللي ما كانش صغير على مرته. طبيعه الحال نعم. عندي القطاع اللي مسجل كاع. نعم. قالت ليه انت ما كتطلعش المشاهده وما كيطلعوكش في البيسي. يا شريف شوف الله يرحم الوالدين، اسمح لي دابا علائيا شوف اش من تطلع ديال المشاهده راه خاصها تطلع. شوف اسمح لي راه حيت الناس تبعينا يا اخي. شوف هذاك ماشي راجل، خاصها تطلعوا من حياتها، وهي بالنسبه ليها هذاك ماشي راجل، خاصها حتى هو يطلع من، فهمتي؟ لهم طايحين سراولهم الدراري، ما هما دراري، ما تعرف الراجل من المراه اللي مدير هذا. بالتالي هذا الشيء تاثروا بالفيسبوك وتاثروا بالوسائل ديال التواصل الاجتماعي. راه خاص النيابه العامه تحرك الدعوه العموميه، وما سكتوش كحقوقيين كمواطنين صالحين كاعلام، ما سكتوش على هذا الشيء. اليوم انا لا يهمني رضا والشينويه ولا عبد القادر والجيلاني ولا لا، انا اليوم كنتكلم على الظاهره ككل، خاصها تعالج بالمغاربه الحرار، تعالج بالناس المزيانين، تعالج بالناس النقيين،
الناس اللي كيبغيو هذه البلاد هذه، وبالتالي فاحنا كنتمنوا من الله عز وجل ان هذا الشيء ما يبقاش، ونرفعوا الصوت ديالنا. راه خصنا نرفعوا الصوت ديالنا كلنا، والمواطنين الاحرار المواطنين الصالحين يتدخلوا في الفيسبوك ويتدخلوا في وسائل التواصل الاجتماعي، ما رجعوش اللور، ما يخليوش هذوك اشباه الرجال واشباه النساء اللي هما اللي غادي. وانت كتشوف هذه الحاله وهذا الروتيني وهذه المصائب الكحله، كاع اللي بغى يدير الفلوس يجي لهذاك الوسائط وخرب لنا وليداتنا. هذا الشيء راه ما خصناش نقبلوه. دير وليداتك حلال، راه اللهم ان هذا منكر. اسمح لي، هذا الشيء حرام في حرام. هاد الناس خاصهم يرجعوا للوعي ديالهم ويرجعوا لجاده الصواب. حنا بلد اسلامي محافظ لا اقل ولا اكثر. سبحان الله العظيم. اللي طلع كيقول لك حلال والحرام ما خصهمش ياخذوا الحرام، ما خصهمش ياخذوا يعني كيولوا علماء. على كل حال ما فهمتش علاش هاد الجمعيات فيما يبان شي واحد مثلا يوتيوبر ولا كيف ما بغى يكونوا كيدخل الفلوس كينوضوا ليه. دابا حنا نفرض هاد ولد الشينوي كان مثلا كيسعى في الشارع ولا في الزنقه وكيعاير كل شيء كاع فوتها الملك، كيعاير المغرب من الاول حتى الاخر. واش غيتسوقوا ليه؟ وراه حنا دابا شحال من واحد كنشوفو واش مكر كيربب باش نعيشوا في الواقع. علاش دابا انا كنهضر وكنتعصب حيت كتشوف الظلم بعينيها صاحبي. صافي ولد شنويه دار اللي دار، فعل اللي فعل. شحال هادي فين كنتو اصلا؟ باقا نرجعوا لهاد الحبس ديال هاد ولد الشنويه. شحال هادي فين كنتو؟ لا عاير المحامون وخرج للشارع شوف شكون اللي كيعاير، ماشي غير المحامون. على كل حال غتسمعوا واحد المحامي حتى هو مع الام اللي كيقول لها امي ناعمه، غتسمعوا اشنو كيقول عليها، وحتى هو كيخرج في عينيه وكيهضر والقانون وحنا خاصنا نحاربوا هاد الفئه وحنا خاصنا. غنسمعوا ليه ونكملوا. ما خصناش نسكتوا عليه. الان تيك توك اذا نوضحوا شنو اللي قالت. سامع بنتي انا بنتي ماشي سميتها لمياء، لكن بنتي سميتها محمد صلى الله عليه وسلم. قالت هذا الحرف هذا جملة وتفصيلا ومنتشر عبر وسائل جملة وتفصيلا تصرح انه بنتي راه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الدرجة هذه وصل البوز. وليتي من اجل البوز كتضرب في مقدسات دينيه ديالك. اذا اليوم سي خالد الله يجازيك كنعرفوا انه اليوم راه ناس اقترفوا جرائم الكترونيه كالامازيغ كهاد ولد الشينويه اليوم لازم الفصل ولازم المساءله ولازم المعاقبه ديال المسمات نعيمه البدوي لانه تجاوزت الحدود. ولاو وسائل الاعلام يعني اجنبيه عربيه بطبيعه الحال بطبيعه الحال اصبح التيك توك المغربي هو واحد البلاصه زريبه، هو واحد البلاصه ديال التميع ديال اللوسه. الان بلاد ما يعقل بلاد سنس كيخرج مرته كيتعرى كيضرب في المقدسات كيعرف الشلوح كيقوم بالقواده. اذا هادشي خاص يوقع حدود. هادشي خصو حدود، لازم الفصل، لازم التدخل الان العاجل، لازم التدخل العاجل. قلتي لنا راه خاص التيك توك صافي يتوقف. لا خصو يتوقف بتاتا، خصو يتوقف وتكون رقابه، لانه اليوم كيف ما تونس متوقف ذاتها لازم المغرب، لانه اليوم بحال هاد النعيمه البدويه وكتقول لك هاد الهضره والسيده اصلا من غير البادره ديال محمد صلى الله عليه وسلم. حنا كنعرفوا المحتوى، شنو هو المحتوى ديالها؟ شنو هو المعاطيه مع راجلها اشنق عليا ايوا يا المشاهدين ايوا يا حامد شهيد شي مصيصه من هذاك ايوا كذا ايوا هذا شو ما نشوفوا هادشي. اذا هي واحد السيده اللي دونك هنا اليوم سي خالد نحن امام واحد السيده اللي هي المسمات نعيمه البدوي التي اقترفت وتقترف يعني جرائم الكترونيه في مواقع التواصل الاجتماعي. سوابق في المسائل هادشي ديال طبيعه الحال حد الان باقا ما بغاتش كنعرفوا التاريخ ديالها. المغاربه دابا راه ماشي مكلخين، المغاربه راه اذكياء عارفين كل واحد علاش كيقلب. سيده تعمدت، الان يجب التدخل العاجل ديال النيابه العامه بالقنيطره وتحريك المسطره وتكييف ديال المسطره الدعوه. وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه بطبيعه الحال لا خاص وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه انها ما تسكتش على هذا الامر. هذا فيديو دير بوم توهين، لا توهين، لا توهين، هذا راه مساس انك تهين برسول بنبي. كيف لنا حنا راه الشعار ديالنا الله يعني الدين الوطن الملك. السيده هذه بكل اريحيه نمروا عليها مرور الكرام. بنتها قالت انا بنتي لمياء
راه ماشي بنت راه كذا كتصوم اثنين وخميس، هذيك راه محمد صلى الله عليه وسلم. لهذه الدرجه هذه ودابا هذه اهانه. شوف دابا الوقائح ملي كيتولى يعوذ بالله ان سيد الخلق كيتقارن او في المثابه يتشبه بنت امي نعيمه البدويه. شنو دابا هذا الشيء هذا؟ مشايخ كبار في العالم الاسلامي وما يقدروش يقولوا هذا، ما يقدروش يقولوا انا مستحيل يقولوها. كيقول كذا سيد الخلق، ولكن هذه من اجل المشاهدات وكسب المشاهدات. بس المشاهد تطاولت. اذا اليوم الرساله ديالنا واضحه سي خالد لوزاره الاوقاف انها تقوم بتحريك الدعوه العموميه في حق هذه السيده هذه التي اهانت واحد الرمز ديني ديالنا. واش يعرف اش كتقول؟ عارف اش كتقول؟ هذه السويله الذين يعلمون الذين يعلم. عارفه اش كتقول؟ السيده راه كانت كتبيع على البيض، اسمعني، السيده كانت كتبيع على البيض كذا، هذا ماشي تحقير المراه المغربيه وهذا الى غير، لكن فاش اليوم تعاونوا مع الناس وهذا الى غير ذلك غتخرج تبدا تمس بسيد الخلق. لا 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 اسمح لي، لا لا هادشي خطير، هادشي هذا لا هادشي خطير جدا. السي خالد انتم كاعلامي وكتابعوا مواقع التواصل الاجتماعي ولا واحد التمييع كبير؟ لا لازم شوف المطلوب. لا 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 شوف الان خاص تحريك ديال الجمعيات انها ترفع دعوه اليوم، وانا كاعلامي راه ما غنسكتوش على هذا الامر هذا بخصوص هذا الامر اللي اقترفته نعيمه البدويه، وخاص تحريك المسطره العموميه. هذا هو الملتمس ديال انه هذه السيده هذه ماشي عائله شخص ولا تعاطات ولا السيده كنشوفوها مشانقه مع راجلها في غير الصوص وكتضربوا هنا وضربها بطابله وزقا وحميد وهذا الى غير ذلك. اذا كما دابا القراءه ديالك في شهر واحد 3 ديال الحالات او 4 ديال الحالات عندك والشينويه المالكي هذه دويه مسطرته هي راه الان في البحث وهذا الى غير ذلك. اذا 4 ديال الحالات في شهر واحد. دابا واش المغرب واش دابا القضاء والملفات الضخمه ديال القضاء والمسائل الانجازات اللي حنا مقبلين غنبقاو مقابلين هذا التميع هذا الوسخ؟ لا، البلاد عندها القضاء عنده مهمات اخرى، النيابه العامه ما مسالياش هذه التعاير تجي. اذا هنا يجب انه يتم التوقيف ديال التيك توك بصفه نهائيه خاص لازم وتكون عقوبه. لا انا اناشد انه تكون بخصوص هذا نعيمه البلد اقصى ما يمكن من العقوبات لتكون عبره اليوم لاي واحد سولت له نفسه انه غادي يمشي وغادي يضرب في الدين ولا في المجتمع ولا هذه الى غير ذلك. لا خطير لا ديروا شي مقالات. لا اسمح لي، لا اسمح لي بطبيعه الحال. لا احنا كحقوقيين وكهيئه وطنيه الاعلام المستقل بالمغرب ما نسكتوش بهذا الشيء، وغادي نراسلوا وزاره الاوقاف وغادي نراسلوا النيابه العامه ونخرجوا ببيانات استنكاريه باش هذه السيده هذه تاخذ الجزاء ديالها. قال لك غيدعيها لوزاره الشؤون الاسلاميه ويعني وغيدافع على هذا الحق هذا، وكتهضر في الدين وبنتها كذا. واخا السي هي هضرت في الدين، هذا اللي غدعيها انت لعنده اسمع شنو كيقول. قال لك هو في دولة علمانية وليس إسلامية، علاش ما هضرتيش عليه؟ اسمع بعدا شنو كيقول ونكمل معك. اعلام وتناقشنا على هذا ديال الامور وهما مقتنعين، ولكن راه هما في سياق داخلي معقد، مقتنعين ان الاسلام معتدل المغرب كذا كذا في صالح الجميع. وقال لي من جمله ما قال لي العلمانيه كتصدمكم. قلت ليه لا. قال لي كيفاش داك الشيء ماشي لا؟ قلت ليه لان نحن علمانيون. قال لي كيفاش؟ قلت ليه ما عندناش النصوص ديال 1905 ولكن اللي بغى شي حاجه عندنا كيديرها. يلا السي المحامي ما سمعتيش دابا اش قالك؟ ولكن انت لا، انت مدهي مع صحاب الروتين اليومي، كتقلب شكون اللي كتعرى، شكون اللي خسرت الهضره، شكون اللي مشات معنا، شكون اللي جات من لهيه. يعني تابع شي حاجه ديال التفاهه كثار من هادو اللي كتكلم عليهم. نعيمه البدويه مسكينه كانت في العروبيه معذبه مكرفصه، دخلوها الناس اليوتيوب، دبرت على راسها، الله يسهل على الجميع. اش بغيتي عندها ولدي؟ دعيها انت اللي عند هذا اصلا، هذا اللي غدعيها انت عنده. سمعتيها اش قال؟ هي ربما غير ساءت لشي حاجه هكا بسيطه. مثلا هذا راه خرج لك فاس، قال لك المغرب ماشي اسلامي علماني. فين كاستي المحامي؟ لا انت ولا الامثال بحالك. هذا علاش كنهضر وكان صراحه كنتعصب، حيت علاش كنشوف الموضوع كيف ما هو، بيضه كحله، ولكن نتوما الهوط
كحله كتردوها بين وبين اللي كيدخلكم فيها الشك، كتقولوا هذيك راه بين وبين، وهذيك الكحله لا هذيك بايضه وتخرج عينيك انت كاع بايضه. الله يعطينا وجهكم. غادي ندوزو نشوفوا مغاربه اش كيقولوا على العيالات المغربيات اللي خدامين في اسبانيا في الضيعه الفلاحيه. غتسمعوا معايا ونكملوا. من هذا المنبر اللي عنده عائلة رجال عائلة رجال يلا نقولها عائلة رجال كيمشيو مع مغاربة وكوحل يلا من الاخر ومع صبليون ورومان صافي. اللي عنده شي مرة فيها الدود يشدها عنده ما يصيفطهاش. سير اخويا المارش يجيب غير 30 درهم يجيب ليها كويميلو ما تصيفطهاش. وكتكتب تجيب طرف الخبز وتصيفطوا لك. الامارات ما خصهمش يكونوا بنات المغرب، في هوالبا ولا في سيغوفيا ما خصهمش يكونوا بنات المغرب ونساء المغرب. راه انت اللي خصك تكون بلاصتو، انت اللي خصك تقول كلمه الحق ماشي انا. لكن الحمد لله ما خصني والو. اذا شكون فينا المسلم؟ شكون فينا الراجل؟ شكون اللي باغي الخير للمغرب؟ شكون اللي باغي المغاربه يكونوا بحال هاد السيده وهاد السيد اللي سمعتو كلهم ما عايشينش هنا في المغرب، عايشين على برا، عايشين في اسبانيا وكيشوفوا المراه المغربيه اشنو كدير تما. يعني كتخدم يعني كتكرفس بالمعنى الكلمه. دابا خيلوا معايا هاد الجوج اللي هضروا لو كانوا هنا في المغرب مثلا كانوا هنا مكرفسين وما ما عندهم لا ما يقدموا ولا ما ياخروا، ولكن داروا مثلا شي حاجه، داروا اليوتيوب تشهروا ولاو بحال هاد ولد الشنويه ولا غير ولد الشنويه مثلا، المهم غير يتشهروا وقالوا في المراه المغربيه هاد الكلمه بحال ما هك. شوف واش هاد الجمعيه المسخه غتنوض تهدر او لا. طبيعة الحال غتنوض تهدر ديك الساعه غتقول علاش نعتو في المراه المغربيه والمراه المغربيه دايره وحقوق الانسان وما تشتموش فيها ولكن الفساد مستحيل هو شي حارب الفساد. هذا علاش كنعيشوا في واحد الدوله لا بغينا نقولوا فاسده وخلق لنا شي جيل وشي ميكروب افسد منا. غادي نشوفوا واحد الصور يعني مصيفطينهم الجزائريين لا بغينا نقولوا دايرين مقارنات، ولكن كيف دائما كنهضر وكنتكلم ما كاينش شي واحد اللي بهاد الجمعيات هاد الحقوقيين او المحامون يردوا البال شي حاجه اللي كتضر هاد البلاد. لا، كيديروا براسهم ما شافوا ما سمعوا. غادي تشوفوا معايا هاد الصورات جوج ونكملوا. صور تعبر عن نفسها. الخوت هذا راه الواقع وليس اشاعات او لا كذوب او لا شي حاجه. من طبيعه الحال رئيس الجزائر 260 واحد استفد، يعني خاض لهم عطاوهم بارتمات بلا ريال بلا جوج. حنا باقيين في الاحصائيات، باقيين ما غاديش نحسيو شحال من دار رابت، ماشي تعطات شحال من دار رابت باش نكونوا واقعيين بلا ما نحتاجوا نقولوا شي حاجه ولا هذا. الواقع هو هذا. الخوت الموضوع سهل وكنتمنى من الله يلقى الاعجاب، وكيف ما العاده دائما الاهتمام بهذه القناه، وكنشكركم وتحياتي لكم.